أنا عايز أقول لك زي ما بتتكلم على حقوق الإنسان، ما هو الإجابة عن حقوق الإنسان للشهداء وأسرهم والمصابين وأسرهم في مصر؟ الناس اللي بتفقد الاستقرار، ماذا عن حقوق الإنسان ل 3 مليون بيعملوا في السياحة وتضرروا نتيجة الإرهاب والتطرف؟ مين يصرف عليهم؟ مين يعيش الناس ديت في مصر؟ أنت بتتكلم على بلد فيها 100 مليون عايزين يعيشوا ويستقروا، يتم ده إزاي؟ النقطة الثانية، هو اوعوا نكون بس هنقصر، وانا الكلام ده اتكلمت فيه قبل كده، ان احنا نقصر حقوق الانسان في الحقوق السياسيه فقط. لكن عايز اقول لك، ما بتسالنيش ليه عن حق الانسان في مصر في التعليم الجيد؟ ما عندناش تعليم جيد. انا بقول لك، ما بتسالنيش ليه عن حق العلاج الجيد في مصر؟ ما عندناش علاج جيد في مصر. ما بتكلمنيش ليه عن حق التوظيف وحق التشغيل للمواطن في مصر؟ ما عندناش توظيف جيد في مصر. ما بتكلمنيش ليه عن الاسكان الجيد؟ ما بتكلمنيش ليه على الوعي الحقيقي اللي المفروض ان احنا نحطه ونرسخه في نفوس المصريين حتى تستقيم الدوله وتستمر. انا عايز اقول ان الموضوع بالنسبه لنا كحقوق انسان احنا ما نهربش من الاجابه عنه، بس ارجو ان احنا نفهمه في سياقه الحقيقي لدوله في ظروف مصر. نحن لسنا في اوروبا بتقدمها الفكري والثقافي والحضاري والانساني، نحن في منطقه اخرى. شكرا. عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضه زي ما انا شايفكم قدامي كده. وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. انا بتكلم بمنتهى الجديه، ما تسمعوش كلام حد غيري. انا راجل لا بكذب ولا بلف وادور ولا ليا مصلحه غير بلدي بس. ومش بس ليا مصلحه غيرها، وفاهم انا بقول ايه. البرنامج اللي احنا عاملينه ده كان الهدف منه ان احنا اول مره نعرف شبابنا قضيه مصر الحقيقيه من خلال برنامج مدته 8 شهور. بنكمل دراساته، بنكمل وعيه، بنكمل معرفته. لكن احنا النهارده هنقطع مصر ولا ايه؟ انا مش هسمح بكده. خلي بالكم، انا مش هسمح بكده. محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. انا بقول لكم كلكم، لكل مصري بيسمعني، انتوا فاكرين الحكايه ايه؟ انتوا عايزين انتوا مين؟ لا، دول 90 مليون، وانا مسؤول قدام ربنا ان انا اقف قدامه يوم القيامه اقول له انا خليت بالي منهم. عايزين تخلوا بالكم منهم معايا اهلا، مش عايزين لو سمحتم اسكتوا. والله لن نسمح لحد يهد البلد دي ابدا. اقول تاني، والله ما هنسمح لحد يهد مصر واحنا موجودين. مش كده. انا بقول كده للمصريين، بقول انا بقبل انك انت ما تكونش متوافق مع فكري خالص وليك فكرك، انا هقبله بشرط انك تعيش في وسطينا من غير ما تأذينا، من غير ما تروح تقطع برج كهرباء، من غير ما تروح تدمر حاجه. بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح كده. عيش في وسطينا بفكرك، انت حر، اعتقد ما شئت، انت حر، لكن اوعى تخلي اعتقادك ده يتحول
لتدمير الدولة دي. نحن لن نسمح لك. مش بالكلام، مش بالكلام، مش بالكلام. فبطمنكم ما تخافوش، بس بشرط خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد. خليكم ايه؟ محدش يلخبطكم، من فضلكم اسمعوني، محدش يلخبطكم، محدش يشكككم، ما تقلقوش، بس خلوا الكلام اللي انا بقوله ده قدام عينيكم كده، كلكم كده. طب الشويه اللي لوحدهم براحتكم، بكره الايام تاكد لهم ان ده الصح ان شاء الله. بقول تاني، المصريين يبقوا كده، المصريين يبقوا كده، محدش هيقدر مهما كان قوته، لا جوه مصر ولا بره مصر. اللي بنتكلم فيه ده سنتين. اول حاجه صعبه، انا اتحدى اي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. وانا عارف انا بقول ايه كويس، لان كل موضوع من اللي احنا بنطرحه قدامكم ده احنا ايدينا وعقلنا وقلبنا فيه عشان نعمله، عشان لما نقف قدامكم دلوقتي قدام كل المصريين نقول احنا بنعمل ده. انا عايز اقول لكم حاجه، كان ممكن قوي اقول للمصريين الشباب، وخلي بالكم من الكلام اللي انا هقوله ده، خلي حددوا 2-3 مليار جنيه، كل شاب ياخد 10,000 جنيه عشان يعمل مشروع صغير كده، وكان الكلام ده يغطي 1,000,000 شاب تقريبا لو احنا بنعرف نحسب ال5-6 مليار يعملوا ايه. بس يبقى انا كده غسلنا ايدينا من ولادنا، اديناكوا اهو. لا، احنا واخدين الطريق الصعب قوي. كل مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده مليارات الجنيهات محطوطه فيه. خلي بالكم، انا عارف ان الكلام ده دلوقتي بيتقال على الهوا لكل المصريين، احنا ما بنضحكش على حد، ما بنكذبش، احنا ناس صادقين، عايزين نقول للناس احنا بنعمل بجد لبكره، لبكره للولاد دول الصغيرين اللي قاعدين هناك. كان ممكن زي ما بقول كده 5-6 مليار بس، كل شاب ياخد له 10-15-20 ألف جنيه عشان يعمل مشروع، ونقول له احنا كده ساعدناك. لا لا، بناء البلاد والدول مش كده. بناء البلاد جهد وعرق وإخلاص وأمانة وشرف.